طيب اول ما الحجز يفتح في الثلاث ليالي الجداد اللي هيتعرضوا للمسرحيه دي لازم تروح تحجزوها، لان الحجز خلص في الثلاث ليالي دول قبل العرض باسبوع كامل. اتفرجت امبارح على واحده من المسرحيات الجامده جدا اسمها القضيه، اللي هي من اخراج وليد طلعت، وده واحد من اهم مخرجين المسرح في مصر، وكانت بتتعرض على مسرح نجيب الريحاني اللي في وسط البلد بتاع استاذ اشرف عبد الباقي. القصه باختصار بتتكلم عن خلاف بيحصل ما بين اتنين، واحد منهم في طبقه الديوك ودي الطبقه الرفيعه الغنيه اللي في المجتمع، مع واحد من طبقه الضفادع اللي بيبقى بالنسبه للديوك دول عباره عن حساله وناس ملهاش لازمه اصلا. والموضوع بيكبر ويوصلوا للمحكمه، والموضوع بيتحول لقضيه راي عام، وهما الاثنين بيحطوا خطه علشان يكسبوا القضيه دي، والخطه دي بتتم بشكل كوميدي جدا. دي مش اول مره احضر للمخرج وليد طلعت، لاني حضرت له السنه اللي فاتت مسرحيه اسمها عريس البحر، ودي مسرحيه كسرت الدنيا وقتها، وتقريبا كل ما كان بينزل لها عرض جديده بتقفل حجز قبل ما تفتح اصلا. انا استمتعت جدا بالمسرحيه، وتقريبا ما حسيتش بالوقت بتاعها برغم ان هي تقريبا فوق الساعتين، وعندي استعداد احضرها اكتر من مليون مره، لان المسرحيه فعلا معموله بشكل حلو جدا وكل الناس فيها جامده. الممثلين عاملين اداء هايل، وعايز اقول ان الممثلين اللي عاملين المجاميع كلهم يا جماعه مركزين بشكل مش طبيعي. يعني ابص لاي حد في اي لحظه في المسرحيه الاقيه مركز وبيعمل دوره، بيتكلم مع اللي جنبه، بيملى الفراغات، بيعمل كل حاجه. المسرحيه تحفه، انصحكم تروحوا تشوفوها. هي بتتعرض على مسرح نجيب الريحاني، والحجز بتاعها بيكون اونلاين عن طريق تيكت مارشي.